الجمعويين والمنتخبين بضروره التمرس على الاشتغال في برامج متوسطيه ودوليه. راه الاشتغال على المستوى الدولي كما تنتصور ربما دابا كما قال لي واحد قال ودي هادشي راه كثير، حنا راه باقي تندوروا غير في الماء والضوء والطريق ونديروا انشطه رياضيه ودي لا، راه الفرص اللي هضر عليها السي عبد الى الان ديال فرص التواصل الاجتماعي، راه كون ما كانش هاد الانترنت ما نهضروش على البرنامج، راه كون ما كان وسائل الاتصال ما نهضروش على شي حاجه، لان هذا هو اللي يفتح لنا اننا نوصلوا لهاد لي زابيل. ثم مبررات، كاين فرص عديده ومتعدده تطرحها البرامج المتوسطه، خاص الجمعيات ديالنا 2011 و2012 فقط الى مجرد بحث يعني في محرك ديال البحث جوجل كتابه اسم شتوكا او الصفا او بيغرا يستحيل ربما الحصول عليه. ربما يعني في هذا يعني في ديال هذا مثلا هذا الثوره التكنولوجيه اللي حاصله، اظن بان مجموعه من السواعد ومجموعه من الشبان ومجموعه من الكفاءات المحليه نجحت في يعني في الاندماج في هذا المناخ الالكتروني. الخبر كخبر هو نقل معلومه سواء كانت فضيحه او كانت عكس ذلك، يعني ما عندناش حنا ديك القابليه ان نحلل شيئا او نحرره. هو الخبر يجب ان ينقل كما هو. صحيح متفق معك، ربما هناك يطغى نوعا من يعني الاعلام الرسمي، نقل الانشطه العامليه، الانشطه الملكيه، الانشطه الرسميه ديال الجامعات، هذا فقط يتعلق بان الصحفي والتغطيه ديالو رهينه بموضوع التغطيه او لا الطلب ديال يعني اقول ربما ان في هذا العالم ديال الانفتاح ان الكل أصبح يجد نفسه إعلاميا. الإعلام الآن في العصر كل من يحمل آلة تصوير أو هاتف فيعتبر نفسه إعلامي. مدون بسيط مجرد عندنا نخدموا عليهم احنا مثلا في الجمعيات. هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني مثلا بغينا بحال هذوك المشاريع ديال مثلا اننا بغينا نديروا مثلا مركب سوسيو ثقافي مثلا في دوار، ما عندناش مركب سوسيو ثقافي، واش ممكن انكم مثلا تعطيونا شنو هما الخطوات اللي ممكن اننا نتبعوهم باش نديروا هذا المركب مثلا؟ وشكرا جزيلا. في المثل رئيس لجنه المراه والطفوله والشؤون الاجتماعيه بجامعه صافي. انا غير باش نحط هذا اللقاء في الاطار ديالو باش ما نتشتوش بزاف وما ننتهوش. هذا اللقاء التشاوري تيجي كواحد اللقاء اولي استشاري مع الفاعلين الجمعويين بالجماعه من اجل اولا رصد الاولويات عند الفاعلين، وكذلك بناء واحد خارطه الطريق ديال واحد التكوين اللي غادي يستمر لواحد المده طويله، والاهداف والنتائج ديالو راه عطيهم. غير هذا اللقاء هو صحي ومزيان وسميتو هو غادي يرصد بعدا كاين الاولويات الاسس اللي غادي يتبنى عليها التكوين. غير انا اللي بغيت انا ننصح به الجمعيات اللي حاضرين ولا اللي بغاو يمشيو في هذا الاتجاه اللي هو اتجاه مهم، واتجاه اللي غادي يعطي مجموعه ديال الاضافات للجمعيات ديالنا، عوض ما يبقاو منحصرين بالماء وما هو ديال الجماع ديال التنميه المحليه. غادي ينفتحوا اكثر الى ما هو تكويني، الى ما هو تعليمي، الى ما هو باش رفع من القدرات ديال الجمعيات. انا ارجع غير في النصيحه لهذه الجمعيات اللي بغاو ينخرطوا في هذه المساله، انهم يخصوا واحد داخل الجمعيه ديالهم ولا داخل المكتب ديال الجمعيه ديالهم اللي يكون مختص واللي يكون تابع هذه العمليه واللي يكون هو اللي عارف هذه العمليه. لان الى انا تنشوف هذه المساله هي متسلسله، الا حضرتي واحد تكوين وغيبتي واحد تكوين اخر يقد هذاك الشيء هذاك العمل كامل يضيع. لا جونس دو فرانس اونغاج بور لو سيد، هذا رايحه يعني الابيلا بروجي المغرب والجزائر وتونس وليبيا. ما كنعرفش الجمعيه واش كاينه في التوامه ولا واش كاينه في واد الصفا ولا كاينه في المغرب ولا في الشمال ولا في الجنوب. كتقلب على المنتوج الذي قدم لها هذاك المشروع اللي سيفطور له، واش هذاك المشروع كيتلائم مع الاهداف ديالها والاولويات اللي خصها التمويل. اذا هنا هو بالتالي هنا مثلا الا مشينا للمبادره او الا مشينا لوزاره الثقافه اليوم في هذا الاتولي تيست ولا هذه الورشه جات في هذا السياق ديال انه استشاره الفاعلين الجمعويين، لان الفاعلين الجمعويين الى لبوا رغبه انه
شافوا ان هذا المشروع عنده واحد الوقع وغيكون عنده واحد الاثر الجمعيات انها تدافع عليه، وانه ملي تكون بقات تستمر في التكوين، لان الان الجمعيات هي اللي خصها تعطي التكوين، هي اللي خصها تطلب واحد التكوين في واحد المجال معين. اذا هذا المجال ديال بناء الشراكات الدوليه في مجال الشباب والرياضه والتكوين، الا شفتوا بانه مهم جدا غنقنعوا به السيد الرئيس وغتقنعوا به انتم السيد الرئيس على تبني هذا المشروع.